من يومين اتفاجئنا بحملة إعلانية كبيرة عاملاها الشركة بتاعت المياه الغازية اللي بتدعم الخنازير ضد اخواتنا المستضعفين. ونبص نلاقي الحملة ايه عجيبة العجايب، محطوط فيها كم من النجوم ملهمش حل، بس خلتني اقف واقول الله، ده الرجولة ليها ناسها، واحنا يا سقا كنا فاكرينك اساسها. وما اقصدش السقا بس، ما احنا معانا عمرو دياب ومعانا نوال الزغبي ومعانا محمد صلاح، حتى انت يا مو وصدمتاه في هذا المو. والمهم ابص الاقي على الناحيه التانيه بقى مين؟ احمد مكي ابن الطلبيه ابو الرجوله، ودي مش اول مره يثبت فيها ان هو فعلا متربي على طبلية ابوه وفاهم الاصول والانسانيه والجدعان على حق. ويدخل معاه كمان دنيا سمير غانم، والله يا بنت طلعتي ارجل من ناس كتير. وابص الاقي، ودي كانت بالنسبه لي المفاجاه، ويجز اللي انا واحد من الناس في يوم من الايام مع الاسف وانتقدته فنيا وفي طريقه لبسه وفي كلمات بعض الاغاني دي، لكن ارجع اقول لك اسف وحقك عليا يا ابني، انت طلعت ارجل من ناس كتير بقالهم 20-30 سنه بيمثلوا علينا الرجوله، لان المجموعه دي ما تمثلنيش في شيء، وانا عن نفسي لا عايز اشوفهم ولا عايز اسمع سيرتهم ولا اتفرج على اي عمل فني ليهم، لان الفنان لو هو في الاصل مش انسان فما يلزمنيش منه لا فن ولا بدنجان. الناس دي زي ما بقول لكم، اخونا السقا ما احنا قعدنا معاه سنين يطلع في كل الافلام الاكشن ان هو ايه الرجوله على حق، وفي النهايه يعمل فينا كده، ده حته خازوق. حتى انت، طب عمرو دياب، انت يا عمرو يا دياب، هو انت محتاج قرشين؟ انت محتاج فلوس؟ عندك ملايينك وعندك عيشتك وعندك الاسم اللي انت بنيته، وتعمل كده ليه؟ وهقعد اعد مين ولا مين، لكن ارجع اقول لكم المجموعه دي هي اللي تمثلني، المجموعه دي هي اللي تشرفني، المجموعه دي اللي ينفع اقول عليهم فنانين مصريين عندهم من الاخلاق والوعي والدين، اللي ما يخليهمش يوافقوا يعملوا اعلان لعين وياخدوا فيه 18 مليون. في الفتن والعصر اللي احنا فيه كتير من الكبار وقعوا في الكمين وباعوا نفسهم عشان القرشين. واسف جدا لتاني مره ليك يا ويجز ان في يوم من الايام انتقدتك، حتى لو ما كانش عاجبني حاجه في الاداء الفني بتاعك، فاللي انت عملته ده يغفر كل شيء. لان شاب زي ده يا جماعه بمنتهى البساطه لما يرفض 18 مليون وهو شايف النجوم اللي ثروتهم قدوا 3-4 مرات موافقين ورابخين ومتكتفين وماضيين، لكن هو طلع راجل امين ومرضيش، قال لك اكلها بالحلال، اسعى واجتهد ومش مهم ال 18 مليون. 18 مليون يا مؤمن في يوم ولا يومين تصوير، وشاب لسه في العشرينات طلع ارجل من واحد عدى الستينات. انا اسف يا هضبه، انا اسف يا نوال، سمعنا اغانيكم وتربت عليها اجيال، لكن ما كنتش اعرف ان انتوا ما عندكوش من جوه حاجه اسمها انسان، بتبيعوا نفسكم لاي فلوس. ومحدش يرجع يقول لي اصل العقد معمول من زمان. اخسر يا سيدي انت وهو الشرط الجزائي اللي كان معمول ده، لو فعلا العقد معمول من زمان ولا شك في دوه، لكن اقدر اقول لك من الظاهر ليا انكم خدعه فوق ما كان الواحد يتخيل انكم خدعه. ربنا يلطف بيا وبيكم ويعدينا من الزمن ده اللي كله فتن، وينصر اهالينا عشان تطلعوا لنا بالحمله وتقولوا خليك عطشان. لا يا سيدي، انا خليني عطشان واكون انسان. خلي بالكم الناس دي فتن لهذا الزمان. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.